هنتكلم على السريع عيد الأم جه إزاي ومين صاحب الفكرة. طبعا عارفين إن مصطفى أمين، لكن عالميا كان مين بقى صاحبها؟ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. حكاية عيد الأم بقى حصلت إزاي؟ أنا جارفيز دي ناشطة أمريكية سنة 1908 حبت تكرم والدتها في ذكراها، وبالتالي كل أمهات العالم يعني. وبعد كده عملت فكرة، وهي إنها إيه بقى؟ سنة 1914 إنها تعمل دعوة لتخليد بقى الجهود بتاعة الأم والاحتفاء بيها يوم، ولو يكن يوم في السنة مثلا، لحد ما الرئيس الامريكي ويلسون وقتها وافق يخلي يوم 2 مايو عيد للام في امريكا. رغم النجاح اللي هي عملته ده، لكنها زعلت جدا سنة 1920 لما الناس هجمتها وقالت ان هي بتعمل الكلام ده عشان التجارة بس، تتاجر بقى بالهدايا وبالحاجات بتاعت عيد الام والكلام ده. وطبعا ده ما ننكرش ان هو بقى موسم اساسا لبيع العبايات والهدايا والورود والحاجات دي كلها في كل سنة، واطقم المطبخ ومش عارف يعني ايه ليه حكاية المطبخ. المفروض انك تكون تجيب لها هديه، هي مش بتجيب هديه في المطبخ اساسا كله يستفيد منها. وطقم الكوبايات والحاجات بتاعت زمان دي، زائد طبعا بقى الساعات والبرفانات والحاجات دي ممكن تمشي عادي. الفكره بقت منتشره في اوروبا واغلب الدول العالم، واحتفلوا في اليوم ده برضه شهر مايو. امال احنا بنحتفل في مارس ليه؟ جت مصر بقى سنه 1956، جت واحده بتشتكي للكاتب الصحفي مصطفى امين، بتقول له ان ابنها يعني بعد ما ربته بعد وفاة جوزها وابو ابنها ده، ربت ولادها، واحد منهم طلع دكتور ودفعت له كل حاجه، الجواز والشبكه والمهر واتجوزته وعملت كل حاجه، وفي الاخر اترمى في حضن مراته وسابها وما بقاش يسال عليها. اتأثر مصطفى أمين وكتب بقى سلسلة مقالات في الجريدة، وقال ليه يا جماعة ما يكونش في يوم لعيد الأم ونكرمها وكده وبتاع، وحكى حكاية الست اللي هي اشتكت له من جهود ابنها دي. فبالتالي القراء بقى قعدوا يقولوا له مثلا نخليه بداية من يوم الربيع، بداية الربيع اللي هو 21 مارس. واتفق فعلا مع قراء كتير ان هم يخلوه يوم 21 مارس. وطلع لعبد الناصر وخد منه الاذن ان هو يعمله يوم للام اللي هو 21 مارس. كان الكلام ده سنه 56. وطبعا في ناس هاجمت بقى مصطفى امين وقالوا له ازاي يوم واحد بس للام، ده ايام السنه كلها ليها، ده الكلام اللي احنا بنسمعه كل سنه ده. والمهم بعد فتره، تحديدا سنة 1965، عبد الناصر جمال عبد الناصر اعتقل مصطفى أمين وسجنه. فالنظام بتاع عبد الناصر وقتها خاف ان احنا لما نحتفل بعيد الام نفكر الناس بصاحب الفكره اللي هو مصطفى امين، فبالتالي الناس هتفتكر ان هو محبوس فهتنتقد عبد الناصر وقتها. فراح ايه، عبد الناصر مغير اسم عيد الام خلاه عيد الاسره. لكن بقى انهالت برقيات الاهالي والاسر، ويا جماعه ولو سمحتوا خلوا عيد الام زي الاول، ايه عيد الاسره دي؟ راحوا مغيرينه تاني ومرجعينه ليه؟ عشان يكون اسمه عيد الام تاني. ودي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه، وكل ام وهي بخير.